هلا بنات، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. ورجعت لكم بفيديو جديد، وقبل ما نشوف الفيديو نصلي على محمد وعلى آل محمد. صلوا على محمد وعلى آل محمد ونرجع نشوف الفيديو. شوفوا هذا الفيديو اني روتيني يم امي، راح تشوف دا اسوي يعني شغلات يم امي. هذا الطبخة كلش طيبة. هاي باذنجان شوفوا شلون قشرته، ولازم يتقلى تقلاه زين، مو هيك يعني تقلاه يعني سريع، لا تقلاه زين. وشفتوا شلون فتحته من النص منه، وراح احشيه حشوه مال الكبه يعني، بس بدون بهارات، لا تخلوا له بهارات، لان تخلوا له بهارات ياخذ كل الطعم والنكهه. بس لحم وبصل، واذا تحبون معدنوس هيك شويه، وبعدين يعني اريد المعدنوس الغير شغله. هسه شوفوا هذا لازم هيك يتحشى. بنات ما اقول لكم مش قد طيبه، يعني صدق طيبه. وهيك يعني اللي يحب جماعه الباذنجان راح تعجبه الطبخة بشكل مو طبيعي. بس يعني هاي الخطوات ما بيفت شي شغل هواية. وهاي بعد ما كملتها هيجي الصلصة انتم تتحكمون بيها. انا خليت هنا عصير طماطم، وخليت له شوية معجون وملح وفلفل اسود، بعد كل شي ما خليت له. وهو ترى يعني مشبع بالزيت، يعني لا تخلوا له زيت هيجي، وتخلوه على بالفرن، تخلوه على النار بعد، يعني عفوا على الطباخ. بعد هاي تبقى راجعة لكم. وهنا جبنا من هذا السمك شي يصير يعني الوحدة صار تقريبا كيلو حجمها. كلش طيب وكلش يعني عجبنا. وهنا بدنا نسوي الكبة يعني تقريبا آه، كلها تعرف الكبة شلون تصير. مرت هواية اسوي لكم يعني شرح وهاي، بس اللحم ينحمس حمس زين. اني اول شي اسلقه، يعني ما اكو ناس ما تسلقه، اكو ناس تدب البصل اول، لا انا بالنسبة لي لازم اللحم اسلقه. وبعد البصل مو كل شي مرد يعني فد مرة، لا. وهذا تمن عنبر نقعيه. وهنا بدنا نشوفكم خطوات اللف مالتنا. التمر بس خلينا له شوية كركم او هذا شو يسموه صوغ اللوزينة، هيك شويونة وملح وفقط، هاي هي. بس اهم شي التمن شوية يصير قوي، يعني مو يصير هيك معجن وهاي شغلات. بس هنا بدنا نتحدى عني امي تقول لكم هاي مالتي علي، وهاي امي اللي لفتها. فتشوفكم تقول لكم يا هي الاحلى. انتوا قولوا يا هي الاحلى، اني سويتها لو امي سوتها. فاذا اشوفكم هنا تقول لكم شنو احلى، قلت لها انت احكي، قالت لا اني استحي. فقلت لها بكيفك، اني حاقول لهم وخليهم يقولون يا هي الاحلى امي اللي لفتها لو اني اللي لفيتها، خيرتكم فاختاروا. هنا سوينا هيك كمية كلش كبيرة، يعني تقريبا دا اشوفكم هنا خطوة اللف شلون الفها. تقريبا سوينا هنا يمكن 70 كوباية مال تمن، يعني 70 75 80 تقريبا هيك. بصراحة احنا ما حسبناهم يعني، آه، كنا مستعجلين شوية. مثل ما تشوفون هنا راح نخلص يعني كمية هاي الصينية الثانية، يعني مو بس صينية، سوينا تقريبا 3 صواني مال تمن، ويمكن صينيتين او 3 هم مال جريش. هنا سوينا ريوق طبعا، اللي يقعدون كل ساعة واحد يقعدون هنا امي لو يشوفون حالها خطية، يعني متدمرة فد مرة. حتى شن حتى تلف لي يعني تساعدني بلفة الكوباية. ومثل ما تشوفون هنا مال الجريش هم كمية يعني مو قليلة، كلش هواية، وحجمهم سويت لهم اياهم شوية كبار، يعني مو حجمهم صغير.
فصارت كلش هواية ما شاء الله، يعني خير وبركة. تعالوا خلنا ننظف الوراه. ما اشتغلنا يعني بالكبة وهاي، فهذا كليته هسه راح اكنسه هنا وانظفه حتى قبل الغداء. كله هذا نظيف، هذا كله راح انظفه هسه اني مثل ما تشوفون. اول شي اكنسه، وهذا كله مسحته ونظفته، بس بعد عندنا الغداء ما مسوي، لان احنا سوينا الكبة اول شي وخلصنا من عدمه، كان طبعا على وقت يعني. وهنا أنا خليت شوية زاهي ومعطر ارضيات ومي، وهذا كله راح انظفه وراح امسحه. ابقوا تابعوا وياي. وهنا أنا هذا المجر مال البهارات شفته شوية خطية يعني، مو كلش نظيف. تعرفون يعني الواحد آه بهيج أعمار يعني ما يدققونه كلش، مجر لو ما أدري شنو. أمي شوية يعني تعبانة اسم الله عليكم، فقلت لها أنا أسوي لك إياهم، أردت لك البهارات وأمسحهم وأنظفهم. فهي يعني أمي كلش نظيفة يعني، كلش تحب هاي الأشياء، بس ما تعرف ترتبهم مثل ما أنا أرتب لها إياه وأسوي لها إياه. فقلت لها، قالت يلا عادي من تجين أنتي سوي لي إياهم. ورحت يمها، هيجي يعني أشياء بسيطة ساعدها بيها. هي كليتها يعني تشتغل وتسوي وترتب وهاي، بس أنا شوية يعني شغلات سريعة. وهنا أنا قاعدة هي تسوي بالسمك، قلت لها خلي أصورك. عرفت التنظيف ورحت. فهنا أنا رجعت شوي أخذت لكم هيك لقطة. هنا تصوير ما أعرف إيش بيه، شنو صاير بيه ما أعرف. فهنا كله بعد نظفته شلون حلو طلعته، وسوينا زلاطة. هاي لازم أهم شي. وأني بقيت يعني أمسح بالكاونتر، ألمع الهيا. هاي صورة والدي، أتمنى من عندكم ترحموا وتقروا له الفاتحة. هذا كله نظفناه وصار يلمع لمع، يبرج برج. هو والله كله نظيف، بس أنا يعني زايد خير يعني من عندي، هيك مسحات بسيطة تنظيفات. شوف هذا كله اكو هذا الكاونتر بهاي شوية شي جام، فأي وصلة رطبة رأسا راح يلكع ويصير بيه أشياء، فأني مسحته. وهنا أنا أمي راح تعسل على السوق، جابت لنا باقلة. هذه طبعا أسويها لي. قالت أخذيها وياك، خاف يعني يعني تحبون وهاي. فبنات هيك شكلها لا تخلوها تصير سودا، اكو هيك يصير شكلها يعني مو حلو، لا تخلوها نهائيا. وهذا الباذنجان مالتنا اللي شكله يجنن يجنن يعني، قلت خلاص اصور لكم اياه. وهنا انا هم رتبت هاي الخانه الامي، لان غسلنا الماعين وهاي الشغلات فما مرتبه. قلت لها انا حقعد كلتها امسح لك اياها وارتب لك اياها، خاطر يعني هي متعبانه و يعني ما بيها شحر اذا واحد راح يساعد امه في الشغله، يعني هي راح تفرح. احنا ما راح نرد لها نقطه ببحر الام، واحنا كلنا صرنا امهات ونعرف هذا تعب الوالده. فهاي شويه شي شغلات بسيطه سويت لهي، يعني اشياء بسيطه تفرح بيهم زي ما تتصورون. وهنا قلينا السمك، وهذا مالتنا دا يغلي يجنن. وهذا السمك طبعا فشي كلش طيب. مثل ما قلت لكم تقريبا تطلع الوحدة كيلو يعني. وسوينا تمن ابيض، طبعا تسألون ليش تمن ابيض؟ تمن ابيض لان اطفالي ما ياكلون السمك، فسوينا لهم اياه ويا البتنجان. وهنا انا باقله بالدهن. هم سوينا هيجي يعني فد ماعون، لان احنا مو هواية يعني. والباقلة انا اطلعها بمصفى على صفحة، وبعدين ارشها. من ارش الزيت عليها، يلا ارشها هيك اخليها على صفحة. طبعا شكلها يجنن. هاي كملت الباقلة اسرع سويتها.
ما اخليه يحمس بصل وهاي، لا احنا ما نحبه. بس مجرد ما احرق دهن كلش هواي يعني يحترق واديره فوقه. والزلاطة خليتها على صفحة، خاف اللي ما يحب زلاطة وياها مخبوطة ياكل على صفحة. وشوفوا شلون خبز عيني يجنن يجنن. طبعا هذا الخبز تفتوني، قلت خلاص لكم اياه شوفوا، لان كلش شكله حلو كلش عجبني يعني. شكله شي سواس للاكل، ابيض ويخبل. هاي راح جابتها يعني امي، فاحنا خليناه هيك شوية ينشر. ينشر شنو بس يعني خاف بيصير بيه عجين لو شي. هاي هنا أنا امي بدي اسوي لكم انتصارنا. وابني هم يقول لكم انتصرنا على شنو ما ادري. على الوقت احتمال اعرف هذا الشي، لان شوي كان الوقت يعني مداهمنا. وهنا هم كملنا غدا، هم رجعنا مرة ثانية نظفنا هذا كنس كليته، لأن تعرفون خاف أكو تمن شوية، خاف أكو خبزاية يعني هيجي، فكليت هذا هسه كنسته. وراح أرجع مرة ثانية هم أمسحه، بس شي يعني بسيط لأن هو منظفيه. وهنا أنا بعد ورا هذا الأكل الطيب والدسم، دسمه مالته عالية طبعا. شربت سفن بارد. وتعالوا أشوفكم جولة بمطبخ أمي. هذا